السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحف التاريخ الطبيعي، حيوانات مجمدة طبيعية زي بالظبط الأحياء المائية اللي موجودة في القلعة. متحف التاريخ الطبيعي، هندخل دلوقتي مع بعض نشوف الحيوانات المجمدة في البتارين. جميع أصناف الحيوانات المجمدة موجودة في البتارين، والمكان زي ما انتم شايفين كده. كل الرسومات اللي موجودة على الحيطة فوق دي كلها حيوانات طبيعية مجمدة، يعني دي مش حاجات مصنعة، كل دي جلد حيوان طبيعي. القرون، الظهر، ده مثلا حمار وحشي طبيعي مجمد. الطيور، جميع أصناف الحيوانات اللي هتشوفوها دلوقتي هي حيوانات طبيعية مجمدة. دخول المتحف بنفس سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات، يعني مجانا. هي تذكرة واحدة بس اللي بتدفعها في دخول الحديقة، ولكن المتحف جميل وفيه ابداعات لان انت بتتفرج على حيوانات طبيعية مجمدة. يعني تخيل كده ان الحيوان ده مات وهم جمدوه وحنطوه وحطوه في بتارين عشان الناس تيجي تتفرج عليه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تكون الصورة مش واضحة قوي، ده غصب عني عشان الازاز بيعمل زي مراية كده في الكاميرا، فطبعا الصورة ساعات بتبقى مش واضحة قوي. يا رب تكونوا شايفين الصورة زي ما انا شايفها بالظبط. اسود ونمور مجمدة. قبل كده صورنا في المتحف الاحياء المائية حاجات برضو مجمدة بس طيور، ولكن دي بقى جميع اصناف الحيوانات المجمدة. غوريلا اهي. تابعوا بقى معايا الفيديو واستمتعوا بمشاهدة الحيوانات المجمدة. Doing crazy
متحف جميل، وانصح اي حد انه يجي يزور المتحف ده، ويجي يزور حديقة الحيوان نفسها اللي عملنا لها فيديو مخصوص. واي حد عنده مشكلة وهو في الحديقة هيدخل المبنى ده بتاع الادارة بتاع حديقة الحيوانات. اي حد عنده مشكلة يدخل يقدم الشكوى بتاعته في المبنى ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.